إدارة الأهلي حرامية وبياخدوا سمسرة وبياخدوا عمولات ومالهمش في الكورة، ورئيس النادي بيطلع الإمارات عشان يشحت. ده الكلام اللي صرح بيه مصطفى يونس من يومين. الكلام ده زعل الجماهير جدا وزعل الأعضاء اللي أنا أتشرف إني عضو منهم، خاصة إن الموضوع بيخص ذمم مالية. على طول مجلس الإدارة اتحرك وأحال العضو مصطفى يونس للشؤون القانونية. معنى إن هو اتحل للشؤون القانونية يعني الموضوع ممكن يبقى فيه شطب عضوية من النادي الأهلي. تعالوا بسرعة كده أقول لكم إيه سر العداء بتاع مصطفى يونس للخطيب وإدارته. مصطفى يونس في السبعينات كان فرقة لوحده، وكان جان ولعيب وكان يبني عليه فرقة، وكان أكتر حد متصدر المشهد في النادي، وكان كابتن الفرقة. كان كابتن الفرقة على مين؟ على مصطفى عبده وعلى إكرامي وعلى ثابت البطل، يعني كان حاجة تقيلة جدا. انتقل محمود الخطيب من نادي النصر للنادي الأهلي تحت سن ال 18. محمود الخطيب طبعا حدث ولا حرج، يعني مهارة، حرفنة، قوة. فابتدى الأنظار شوية تروح لمحمود الخطيب. ده عمل حالة كده عند مصطفى يونس، حالة إيه؟ يعني حالة زي ما بيقولوا كده إيه؟ غيرة شوية. ابتدى يسحب من تحتيه البساط زي ما بيقولوا، يعني الأنظار كلها ابتدت تتجه على مين؟ على محمود الخطيب. فاجئ مصطفى عبده في ماتش مهم قبل ماتش الزمالك بقرار من مجلس الإدارة بنقل شرط الكابتن لمحمود الخطيب. ده اللي خلاه يسوف جدا هو وكام حد من الفرقة، ووصلوا اعتراضهم مجلس الإدارة، لكن اللي طلبه مجلس الإدارة هو اللي اتنفذ. مصطفى يونس كان دايما شايف ان الخطيب ابن غير شرعي للنادي الأهلي، بما انه كان من ناشئين الأهلي. لفت الأيام وصالح سليم الله يرحمه شاف ان مصطفى يونس غير مؤهل ان يكون في مجلس إدارة الأهلي، وشاف ان الخطيب أحق انه يكون موجود في مجلس إدارة الأهلي، وده خلى الاحتقان ما بينهم يزيد أكتر. ابتدى مصطفى يونس يهاجم الخطيب لما كان عضو في مجلس إدارة الأهلي، عشان الخطيب كان عنده شركة تسويق لاكتشاف المواهب الخاصة بيه. لما راح المجلس حسن حمدي وجه مجلس طاهر، ابتدت الدنيا تهدى ما بينهم خالص، لحد ما ظهروا هما الاثنين في انتخابات النادي الاهلي في 2017، وابتدت الصور بتاعتهم الشهيره، والناس قالت خلاص كده ايه، الدنيا هديت. عدت الانتخابات وكسب محمود الخطيب، والناس كلها توقعت ان مصطفى يونس هيعود لمجلس اداره الاهلي عن طريق محمود الخطيب، لكن للاسف ده ما حصلش. ده بقى زود الموضوع اكتر واكتر عند مصطفى يونس، وصل بيه الامر اللي خلاه يظهر في قناه الزمالك لابس تيشيرت الزمالك، وابتدى بقى الهجوم من هناك. وكلكم شفتوا الهجوم اللي كان بيعملوه على مجلس اداره الاهلي وعلى الخطيب بالاخص. موضوع طرد ابنه من النادي، كل الناس في النادي عارفه موقف ابن مصطفى يونس في مجلس اداره الاهلي ايه، سباب وشتايم وقله ادب واوسخ الالفاظ ممكن تتقال على الاهلي ومجلس ادارته. ده بالطبيعي خلى مجلس اداره الاهلي ياخد قرار انه ما يبقاش موجود في النادي. الفكره يا كابتن مصطفى ان الاهلي نجومه كتير، مش شرط كل لعيب في الاهلي او كل نجم في الاهلي لازم يشتغل في الاهلي. صعب ان انت تظبط الحته دي. من اكتر الحاجات اللي زعلت كابتن مصطفى يونس اللي هو كان نفسه يضرب في النادي الاهلي، هو شايف ان هو عنده ملكه التدريب وما خدش حقه جوه النادي الاهلي. طب يا كابتن مصطفى، ما انت سنه 97 و98 خدت التجربه دي مع نادي الشمس ونزلت درجه ثانيه، هو احنا ناقصين؟ من حقك يا كابتن مصطفى ان انت تنقل مجلس اداره اللعيبه في اي حاجه، في صفقات ممكن يجيبها، في لعيبه ممكن تيجي النادي، لعيبه ممكن تطلع بره النادي، عقد كولر، اي حاجه من الحاجات دي كلها انت ممكن تنقد الاداره فيها، ما حدش يقول لك فيها حاجه. لكن العيب يا كابتن مصطفى اللي انت تتكلم على الاداره وتقول ان هم بياخدوا سمسره وبياخدوا عمولات وفي نسب بتتاخد. عمرنا ما شفنا الكابتن مصطفى ده بيحصل في النادي الاهلي، ولا حابين نشوفه جوه النادي الاهلي، ولا حتى من كابتن من كباتن النادي الاهلي. اخيرا بقى، كابتن مصطفى يونس ظالم ولا مظلوم؟